واحدة من أهم الحروب واللي لحد النهاردة بتدرس في الأكاديميات العسكرية في إنجلترا وأمريكا، وبيعتبرها الغرب واحدة من أكتر الحروب اللي علمتهم دروس في الذكاء والتخطيط، حرب 6 أكتوبر 1973. لكن النهاردة مش هنتكلم عنها زي المحاضرات المملة، وهنعيش القصة من أولها ونشوف المعجزات والبطولات اللي أثرت في التاريخ. بس اشمعنى حرب أكتوبر؟ تعالوا نبدأ القصة من الأول خالص. من أشهر المقولات لجمال عبد الناصر: الكرامة أثمن من الحياة نفسها. عارف يعني إيه حد يدخل بيتك ويهين أهلك ويعذبهم قدامك؟ ده بالظبط اللي حصل سنة 67، النكسة اللي كانت جرح في قلب كل مصري، مش عشان بس خسرنا أرض سينا، لكن تخيل إن أقذر جيش في العالم اللي بيسموا نفسهم الجيش الذي لا يقهر محتل سينا وبيعمل فيها أبشع الجرائم. شافوا القتل والتعذيب، وشافوا بيوتهم بتتحرق قدامهم، وشافوا النساء بتتعذب، والرجالة اتقتلوا بأبشع الطرق لمجرد انهم رفضوا يركعوا. عشنا سنين من الشعور بالخزي والعار. ازاي هتعيش عادي واهلك بيتعذبوا في ارضهم؟ لحد ما مات الرئيس جمال عبد الناصر وجه مكانه رئيس جديد اسمه محمد أنور السادات. If the four powers, and I could have wished that the United States would have made it itself. أوهم العالم كله إنه مش هيحارب، وزي ما الناس دايما بيفتكروا إن الصمت ضعف قالوا عليه جبان. ومن ناحية العدو، الصهاينة كانوا بيفتخروا قدام العالم إنهم هزموا 4 دول عربية في 6 أيام، ومنهم أقوى دولة في الشرق الأوسط مصر. لكن زي ما بيقولوا: تكلم العاجزون كثيرا، أما القادرون فيصنعون الحدث بصمت. وبعد 6 سنين من الصبر والتخطيط والتعب، جت اللحظة اللي مستنيها كل مصري. حرب 6 أكتوبر ما كانتش استرجاع أرض بس، ده كانت حرب استرجاع الكرامة وحق أهل سينا وحق كل عربي اتظلم واتهان. والنهاردة احنا مش بس هنتكلم عن حرب أكتوبر، لكن كمان عن الدروس اللي ممكن نتعلمها من كل موقف، دروس عن الصبر والإصرار والإيمان. واخترنا أهم وأشهر المواقف في بداية حرب أكتوبر، لكن هنحكيها بشكل مختلف. ناس كتير لما يجوا يتكلموا عن خط بارليف بيعيدوا ويزيدوا في نفس النقطة: عدينا الخط بخرطوم مية في 6 ساعات بس. لكن القصة الحقيقية وراها معجزة وعبرة نتعلم منها. بس قبل ما نقول المعجزة، لازم نعرف الأول ليه خط بارليف ده كان رمز من رموز الغرور الإسرائيلي، وليه كان عامل أزمة عند العرب كلهم. ناس كتير فاكرة إن الموضوع كله في الساتر الترابي، لكن ده كان مجرد حاجز واحد بس في خط بارليف. طب وباقي الحواجز كانت عاملة إزاي؟ وإزاي مصر قدرت تدمر أسطورة خط بارليف؟ لازم نعرف إن قبل الساتر الترابي، أول تحدي بالنسبة لنا كانت مادة النابالم الحارقة في المية نفسها، اللي كانت بتحرق أي حد يفكر يعدي من مية قناة السويس. وعشان كده ليلة 5 أكتوبر جت بطولة الضفادع البشرية، وسدوا كل فتحات أنابيب النابالم في هدوء تام. ودي لوحدها ما كانتش سهلة، لكن سهلت علينا تاني يوم مواجهة أول حاجز في خط بارليف، واللي كان الساتر الترابي. جبل رملة ضخم ارتفاعه بيعدي 20 متر، ومعمول بزاوية مستحيل أي جندي أو دبابة تعدي منه، وافتكروا إنه مستحيل يتهدم إلا بقنبلة ذرية. لكن الكلام ده مش علينا، وبدل القنابل استخدمنا خراطيم مية، وهنحكي قصتها كمان شوية. وكسرنا أول حاجز ولقينا قدامنا 36 منطقة عسكرية عبارة عن دشم خرسانية مستخبي فيها الجنود، ومليانة مدافع ورشاشات. والمنطقة العسكرية الواحدة كانت كفيلة بتدمير كتيبة مشاة مكونة من 1000 جندي تقريبا. ومش بس كده، حوالين كل ده ألغام وأسلاك شائكة وحفر للدبابات. يعني الموضوع ما كانش بسيط أبدا، وكان محتاج خطة ومعجزة عشان نعرف نعدي. وأشرح لك دلوقتي اللي حصل بالظبط. يوم 6 أكتوبر الساعة 2 الظهر، وبعد الضربة الجوية بدقائق قليلة، تم عبور خط بارليف، ورفعنا علم مصر على الضفة الشرقية للقناة. طب ازاي الجيش المصري عرف يعدي رغم كل الحواجز دي؟ مش بس بمساعدة المدافع المصرية اللي قلبت الضفة الشرقية جحيم للصهاينة وشلت حركة المناطق العسكرية، ومش بس بطولات الصاعقة المصرية اللي عملوا تضحيات خلف خطوط العدو واللي معظمهم مرجعش واستشهدوا، وكله عشان يحاصروا الجنود الإسرائيليين ويمنعوا عنهم الإمدادات. ده كمان تدبير ربنا كان أهم سبب في النصر. في نفس اليوم اللي اخترناه للحرب واللي كان عيد الغفران عند اليهود، كل حاجة كانت في صالحنا. اتجاه الشمس كان عكس اتجاه المصريين وبيمنع رؤية الصهاينة، والمد والجزر واتجاه الرياح واللي كان ممتاز عشان القوارب تعرف تعدي بنجاح. وحتى فكرة عبور الساتر الترابي بخرطوم مية ما جاتش صدفة. المهندس باقي زكي قبلها بكام سنة كان بيشتغل في بناء السد العالي، وكانوا بيستخدموا مضخات مياه ضخمة بتكسر الجبال الرملية عشان يقدروا يبنوا السد. ومين كان يصدق ان شغله في الوقت ده هيكون سبب انه يجيله فكرة ينقذ بيها وطنه؟ وهنا نتعلم درس مهم جدا: ربنا عمره ما بيسيب الحق،
ما تقولش اصل ده عنده سلطة ومال ومحدش يقدر عليه. مهما كان الظالم عنده سلطة، ربنا بيحط الأسباب اللي تخليك تتغلب عليه. زي النمرود اللي كان شايف نفسه إله، ربنا أنهى عليه ببعوضة صغيرة دخلت في ودانه. وزي ما الصهاينة تكبروا قالوا على نفسهم الجيش الذي لا يقهر، ربنا نصرنا عليهم بخطة بسيطة. وده يورينا ان النصر الحقيقي مش بالقوة، النصر بيجي بالإيمان والعقل والخطط المدروسة. لكن لكل فعل ردة فعل. واكيد الصهاينة وامريكا ما سكتوش. وايه قصة معركة المزرعة الصينية وثغرة الدفرسوار؟ بعد ما عبرنا خط بارليف وبعد ما الجيش المصري رفع العلم على الضفة الشرقية، بدأت كتائب المشاة تثبت قواعدها هناك ويبنوا تحصينات ويجهزوا نفسهم لأي هجوم مضاد. وعلى الضفة الغربية كانت قوات الاحتياط بتأمن الإمدادات للجيش، والمدفعية المصرية متمركزة هناك وبتضرب مواقع العدو على الضفة الشرقية. لكن يوم 15 أكتوبر القيادة المصرية قررت تعمل هجوم أوسع عشان تزود خسائر الجيش الإسرائيلي وتوسع الانتصار. لكن الغلطة اللي حصلت هنا إن الهجوم خرج بره مظلة الدفاع الجوي، وده اللي فتح الفرصة للطيران الإسرائيلي إنه يضرب دباباتنا من فوق بكل سهولة. وفي اليوم ده خسرنا 250 دبابة من أصل 400. وهنا أمريكا اتدخلت وبدأوا يحللوا الموقف ويشوفوا خريطة القتال، ولقوا ثغرة بين تشكيلات الجيش المصري واللي اسمها ثغرة الدفرسوار. قالوا بس كده لو إسرائيل قدرت تدخل من النقطة دي هتقطع الإمدادات عن الجنود المصريين في الشرق وتحاصر باقي الجنود في الغرب، ومنها تحتل الإسماعيلية والسويس زي ما هي عايزة. وعشان يقدروا يعدوا ثغرة الدفرسوار كان لازم يعدوا الأول على منطقة المزرعة الصينية، ودي كانت مزرعة موجودة قبل حرب 67 وكان فيها معدات مكتوبة عليها بالياباني. ولما دخل الإسرائيليين المنطقة دي افتكروها صيني فسموا المنطقة كده، وبدأوا يجهزوا نفسهم بفرق معدات ودبابات وفرقة مظلات. ويدوبك الجنود المصريين اللي هناك كانوا كتيبة مشاة واحدة، وتخيل جنود في مواجهة دبابات. لكن قبل ما الجيش الإسرائيلي يتحرك قالوا احنا لسه هنحارب، نبعت طيارات تضرب الكتيبة اللي هناك ونعدي زي السكينة في الحلاوة. وفعلا بدأوا الأول يبعتوا طيارات استطلاع تحدد بالظبط موقع الكتيبة وبعدها تضرب بالطيارات. لكن القائد محمد حسين طنطاوي قائد الكتيبة 16 مشاة اللي كانت واقفة هناك عمل معاهم لعبة شبه الاستغماية كده. طيارات الاستطلاع تحدد موقعنا نروح مغيرين موقعنا بسرعة. والهجوم الإسرائيلي ده اتكرر كذا مرة، لكن في كل مرة كانوا بيضربوا في أماكن فاضية أصلا وافتكروا إنها بقت فاضية خلاص. وفي يوم 15 أكتوبر الجيش الإسرائيلي اتحرك ناحية المزرعة الصينية في عز الليل عشان قال يعني كده عنصر مفاجأة. لكن اللي حصل كان فيلم رعب للجيش الإسرائيلي، والقائد طنطاوي مجهز لهم كمين وحافرين خنادق محاصرة المنطقة من كذا اتجاه، وشايفين الدبابات عمالة تقرب. لكن الكل كان واقف ثابت ومستني الأمر بإطلاق النار، ومش هنسيب أرضنا إلا وإحنا شهداء أو منتصرين. وأول ما جت إشارة الهجوم بدأ الجنود المصريين يتحركوا زي الأشباح، بنظهر لهم من جوه الخنادق وصواريخ الRPG طالع عليهم من كل ناحية. الجنود الإسرائيليين بيتحرقوا جوه دباباتهم وبيصوتوا زي العيال. والمعركة استمرت بالشكل ده أيام وليالي، والجنود مش شايفين بعض أصلا، والدنيا ضلمة كحل وبتولع بالصواريخ والدخان في كل حتة. ما في ان احنا طورناه في هذه الحرب ان احنا حولنا الفرد المقاتل ضد الدبابه، هي الدبابه ضد الدبابه، ده طبيعي، مدرعه بسلاحها بتجهيزها في كل حاجه، انما تخلي الدبابه دي المهوله المرعبه دي فرد يقضي عليها. ده اللي كان جديد، ده اللي اضافه المصريين وغيروا بيه فكر العالم في الحروب. وريك المقاتل المصري بقى اللي هو بيختلف عن المقاتل المصري اللي كان موجود في 67 اللي كان موجود في 5 يونيو اللي هو لم تتاح ليه فرصة القتال. ده بقى المقاتل اللي أتاحت له فرصة القتال، بيقاتل حتى الموت، حتى الموت. وخسرت إسرائيل خلال المعركة دي أعداد ضخمة من الدبابات والجنود، وده غير الحالات النفسية اللي جات لهم. وتحولت المنطقة دي لمقبرة دبابات، وقادة الجيش الإسرائيلي نفسهم اتصدموا لما شافوا منظر الدبابات والجنود بعد المعركة. وعشان كده معارك حرب أكتوبر أثبتت للعالم كله إن الجندي المصري رمز للشجاعة والرجولة، ما بيخافش إن الموت فدى الوطن. وهنا نيجي للرسالة اللي عايزين نوصلها من الفيديو. عايزك تفتخر بأصلك وتفتخر إنك مصري، واحنا مش أقل من حد ولا محتاجين نقلد الغرب عشان نبقى جامدين. احنا عندنا مهندسين مصريين عباقرة. كان عندنا طيارات من الاتحاد السوفيتي اللي هي روسيا حاليا واتبهدلت في الحرب العالمية الثانية، ومع ذلك المهندسين بتوعنا طوروها لدرجة ان روسيا ذات نفسها انبهرت، وقدرنا في حرب اكتوبر ننتصر وبسلاح مش متطور زي اللي عند الصهاينة. عندنا عباقرة كتير لكن مش كله ظاهر ومعروف. واوعى تنسى ان الحرب لسه ما خلصتش، والنهاردة الحرب بقت حرب فكر وحرب وعي، وهم دول سبب الفساد في العالم كله دلوقتي. فخد بالك من اللي بتتفرج عليه ومن اللي بيشككك في هويتك واصلك.